هو الشتا عايز مننا إيه؟ غير شوية دقيق وشوية مَيّة وتعملي أحلى شوية فطير فلاحي على أصوله بالزبدة البلدي، عايزة أقول لكم يا أختي حاجة كده تحفة. بُصّوا الطراوة والتوريقة حاجة كده تاخد العقل، وهنسويه بطريقتين، هنسويه في الفرن وكمان على البوتاجاز من فوق، والطريقة اللي تعجبِك اشتغلي بيها. بُصّوا جمال الفطير وحلاوته، يا وعدي عليه، وكمان شوية مِش كده وشوية عسل، الأكلة دي بقى يعني هي كفيلة تدفّيكِ في البرد اللي إحنا فيه ده. تعالي نسمّي بسم الله ونصلّي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونجيب بولة وننزل بالكيلو دقيق، وننزل بمعلقة سُكّر وربع معلقة من الملح، ونقلّبهم كويس جدًا، ونسمّي بسم الله ونصلّي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعايا دي مَيّة دافية زي دمع العين كده، وهانزل شوية بشوية على العجين بتاعي أو الدقيق بتاعي، هاتوّهم ما احطش مَيّة كتير، حبّة بحبّة كده لغاية ما نشوف هنوصل لقوام إيه. الفطير يعني عجين، عجينة تكون كويسة يعني هتطلّعي نتيجة كويسة. طبعًا بعد ما توّيت العجين الدقيق معايا، نزلت كده على الرخامة، الرخامة غاسلينها وزي الفل، هننزل بالعجين بتاعنا وشوية، شوية كده وتعجني، عايزة أقول لِك كل الطاقة بتاعتِك حُطّيها في العجينة دي، هتتك بتتك كده وشمّري واعجني ولتّي لغاية كل ما هتعجني كل ما هتشوفي أنتِ النتيجة في إيدِك. لو عندِك عجّان اعجني فيه، بس صدقيني عجين الإيد ما يُعلاش عليه، وبالذات لمّا تكوني بتعجني كمان على الرخامة كده. طول ما أنتِ واقفة بقى اذكري ربنا وصلّي على النبي عليه الصلاة والسلام، عشان الحاجة بجد تطلع كده فيها خير كتير وطعمها زي العسل وزي السكر كده. هاعجن وألِت وأعجن، بُصّوا باعمل إزاي، طبعًا أنا مسرّعة الفيديو عشان خاطر ما آخُدش وقت كتير، بس أنا مش فاصلة الفيديو خالص، تفضلي تعجني كده، عايزة عجينة ملزّقة معايا، بعد قد إيه هابطّل عجن، بعد ربع ساعة، ربع ساعة متواصلة باعجن فيها، ما شاء الله هي بتلزّق تلزيقة بسيطة كده، وبعد كده حطيتها في البولة وسِبتها تستريّح وغطيتها بفوطة لمدة قد إيه، ربع ساعة. وهاجيب صينية كده وجِبت نُص كوباية من الزيت، وحطيت دهنت كده الصينية عندي بالزيت، وكمان الفطير بتاعي هادهنه بالزيت. أنا باعمل إيه دلوقتي، أنا باقسم العجينة بتاعتي هاقسمها ل6 كويرات أو 6 كِوَر كبار كده. حاولي على قد ما تقدري تخلّي إيدِك متساوية، على قد ما تقدري يعني. إحنا اللي هناكل ما لو فطيرة طلعت كبيرة شوية، صغيرة شوية، مش هيجرى حاجة. أهو بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، أهو بادهن الفطير بتاعي من فوق ومن تحت كده، العجين هو لسه ما بقاش فطير، هيبقى فطير دلوقتي. خلّصت الكمية بتاعتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كيلو دقيق عمل معايا 4 فطاير زي ما أنتم شايفين زي الفل. وهنعمله بقى بطريقتين، وزي ما قُلنا هنسويه كمان بطريقتين، والطريقة اللي مريحة وفي إمكانياتِك اعمليها. هاجيب stretch roll كده وهاغطّي العجينة بتاعتي لمدة قد إيه، لمدة نُص ساعة، ربع ساعة، كل ما هتسيبيها. لو وراكِ حاجة تعمليها وقعدت ساعة مش هيجرى حاجة، كل ما هتريّحيها كل ما هتدّيكِ نتيجة في الفرد كويسة. جِبت معلقتين من النشا وجِبت كمان نُص كوباية من الزبدة، وضِفت عليها بقية الزيت اللي اتبقى معايا من النُص كوباية. وطبعًا بتضيفي كده على الرخامة المادة الدهنية بتاعتِك سواء زيت سواء سمنة، ومن فوق كده عايزة أقول لِك العجينة بتاعتي مستريّحة كويس جدًا، بتجري زي ما أنتِ شايفة عاملة زي اللبانة، بجد عجينة تحفة، زي ما باقول لِك الفطير يعني عجين وفرد. افردي بقى هتبُصّي تلاقي العجينة اللي معاكِ بتجري جري بجد بمعنى بتجري، يعني مش محتاجة بقى أي حاجة خالص، هي بتتزحلق كده معاكِ، بُصّوا عاملة زي اللبانة. دهنا الرخامة بتاعتنا بالمادة بتاعتنا السمنة على الزيت أو الزبدة على الزيت، ومن فوق برضه كده بإيديكِ. هاجيب بتاعة قطّاعة البيتزا كده وهابتدي هاعمل تقطيعات زي ما أنتم شايفين كده، أي عدد بقى يعني بُصّي أنتِ ونظرِك اعمليها بقى إيه، بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، وهاجيب الطرف ده كده على جوّه. وهادهن من المادة الدهنية بتاعتي، زبدة أو زيت أو الاتنين مع بعض، وهارُش رشة خفيفة خالص من النشا، وهكذا هاجيب برضه الطرف ده على ده
في النُص كده ورشة دقيق مع الزبدة أهو بالشكل ده، حتى لو اتقطّعت منِّك والّا أي حاجة ما لكيش دعوة بيها، أهم حاجة تكون رقيّقة عشان ما تبقاش تخينة معاكِ، أهو. برضه هنجيب من الطرف ده وندهن زبدة ورشة من النشا، النشا بيعمل إيه، النشا بيدّي لِك طراوة وتوريقة تحفة، تلاقي كل ورقة بورقة زي ما أنتم شُفتوا في أول الفيديو، أهو نسمّي بسم الله كده ونصلّي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونرُش رشة خفيفة خالص من النشا ودهنة زبدة، بإيدِك كده على طول ولا بمعلقة ولا حاجة، أنا بارُش السمنة كده عشان تبقى الفطيرة معاكِ مش دسمة، تكون معاكِ خفيفة وحلوة. لو عايزة تحشيها قشطة أو أي حاجة احشيها، تنفع كده وتنفع كده ما فيش مشكلة. وكورتها بقى عملتها لِك زي البُقجة كده وهنسيبها دلوقتي، نجيب واحدة نفس النظام ناخد رشة كده من ال الزبدة اللي معايا، ونبتدي نجيب كمان كورة ونبتدي نفردها، بُصّوا بتجري تحت إيديّا من جوّه لبرّه، بتاخدي من جوّه على برّه وتفردي، وخلّي بالِك من الطروف دي الأطراف دي تخلّيها رقيّقة، أهو. الكيلو عمل معايا ما شاء الله لا قوة إلا بالله 4 فطاير حلوين كبار، لو عايزاهم ييجوا كل كورة فطيرة، هنشوف مع بعض هنعملها إزاي، هتيجي أهو. بافرد كده، وعايزة أقول لِك في الشتا اللي إحنا فيه ده افردي على زيت مش على سمنة، لإن السمنة بتجمد فبتلزق العجين في الرخامة، تمام؟ فأنا في الآخر فهمت هي بتلزق منّي ليه، تحطّي الزبدة بتجمد في الجو ساقعة و بتتعبني لمّا باجي بارفعها يعني، فبعد كده هافرد على زيت، نفس النظام هاخد من الجنب ده أهو، والتقطيعات اللي إحنا عملناها طبعًا الفيديو والله موضّح عن ما أنا باتكلم، رشّة من الزبدة ورشّة من النشا وتجيبي الطرف ده وللطرف ده، وهاجيب بقى الكورة اللي إحنا عملناها وهاقفّلها برضه بالشكل ده، وهاكوّرها كده هاعملها زي البُقجة أهو، وهاجيب الصينية أدهنها المادة الدهنية بتاعتي سمنة أو زبدة أو زبدة على زيت، وهاريّحها بقى هاسيبها دلوقتي، تعالوا نعمل واحدة كمان أهو، بندهن كده هي بتجري تحت إيديكِ، طبعًا إيديكِ كلّها مادة دهنية، فبتبُصّي تلاقيها بجد بتجري تحت بتزحلق كده على الرخامة، طبعًا أنا عندي الرخامة محدودة فهي اللي معذّباني شوية، هاجيب الطرف ده وهاجيب الطرف ده وأضيف سمنة وأضيف النشا وهكذا، وهكذا، أهو نلمّها بقى كده زي البُقجة ونركنها ونجيب واحدة تاني. هاعمل 2 في قلب بعض والاتنين التانيين هاعمل كل واحدة لوحدها، هتفهموا أنا قصدي إيه دلوقتي، بُصّوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله كل ما العجينة تستريّح معاكِ كل ما تجري عايزة أقول لِك بإيد واحدة تفرديها، ويا سلام بقى دي لو ترابيزة وقاعدة واخدة حريتي كده والّا طبلية عايزة أقول لكم كانت تبقى تحفة، أهو جبت اللي إحنا عملناها وحطيتها في النُص وهكذا عملنا التانية. نجيب الصينية بتاعتنا ندهنها زبدة ونركنهم دلوقتي يستريحوا، تعالوا بقى دي بقى أنا هاعملها إيه، هاعملها واحدة بس، مش هاحط في قلبها واحدة تاني، فطيرة تاني، فردناها بُصّي تكوني شايفة الرخامة أو شايفة الحاجة اللي أنتِ بتفردي عليها من تحت العجين، تبقى أنتِ كده عندِك ما شاء الله هي مفرودة كويس جدًا، تفردي كويس وتضيفي سمنة مع النشا هتدّيكِ توريقة وهتتنفخ معاكِ وما شاء الله لا قوة إلا بالله تبقى تحفة. كل اللي هياكل من إيدِك الفطير بيقول لِك بجد تسلم إيدِك، دي هاخلّيها واحدة بس، فطيرة واحدة بس، أهو بعد ما لميتها كده تعالوا للتانية، دي كانت آخر واحدة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بُصّوا بتجري جري إزاي تحت إيديّا، تحفة. دي طريقة لتوريق الفطير، وكنت عاملة معاكم الفطير بطريقة قبل كده، الاتنين أحسن من بعض والنتيجة بتاعتهم هايلة. أهو كمان رشة زبدة ورشة نشا وهكذا، وعملت ال الرابعة،
هاسيبها بقى في الطبق دلوقتي عشان الصواني لمّا تفضى، وتعالوا بقى أول واحدة استريّحت عندنا كنت مولّعة الفرن قبلها بربع ساعة سخن جدًا من فوق ومن تحت، يعني فاتحة الشواية وفاتحة الفرن، وباحطها كده على أول رف، يعني على الشبكة أول رف على طول، فوق الصاج على طول. هادخّلهم دول بقى الفرن، وتعالوا اللي هنعملهم على البوتاجاز من فوق في الصينية زي ما هُم كده، أهو. هابتدي أفرد، وخلّي بالِك من الطروف، وخلّي بالِك تفردي الفطيرة تكون كلّها سِوَى واحد، على نار عالية برضه كده، وهنسمّي بسم الله ونحط الصينية بتاعتنا. عايزة أقول لِك النتيجة بتاع الاتنين كانت تحفة، اللي على ال اللي على البوتاجاز من فوق، وكمان اللي كانت في الفرن. اللي على البوتاجاز من فوق ما بتاخدش معاكِ حاجة، يعني دقيقة واحدة ما شاء الله مستوية وزي الفل. أهي. وهي باينة عليها ما شاء الله إن هي منفوخة أهي، بُصّوا هشة ومورقة ومفرّغة من جوّه إزاي، تحفة. بجد الفيديو يستاهل منكم مليون لايك، ولو في حاجة مش واضحة في الفيديو اكتبوا لي، مع إن والله الفيديو ما شاء الله موضّح نَفْسه من غير كلام. لمّا بتستوي بادّي لها معلقة من الزبدة كده وباغطّيها، أهو. هنعمل بقى التانية، وما شاء الله اللي كانوا في الفرن كانوا خلاص برضه قرّبوا يستووا، وزي ما قُلت أنا مشغّلة الفرن ومشغّلة الشواية. الفطير بيحب النار العالية، لو حطّيتيه على نار واطية أو نار ما تكونش سخنة جامد، هيهبط منِّك مش هيفرّغ زي ما أنتم شايفين كده، ومش هيتنفخ زي اللي في الفرن. بُصّوا جمال الفطير، عايزة أقول لكم يا ريت التليفون بريحة، حاجة كده وَهْم. هاجيب برضه معلقة زبدة كده من فوق بعد ما استوت كده، زبدة بلدي بقى، دي بلدي خالص مش مخلّطة، اللي أنا عملت بيها مخلّطة، وتقدري طبعًا تستخدمي بلدي خالص براحتك. وما شاء الله لا قوة إلا بالله، طلعوا اللي في الفرن تحفة، طراي، وعايزة أقول لِك حلو أوي، بس الفطير يطلع على طول تغطّيه، معلقة زبدة أو رشة مَيّة وتغطّيه يطرى معاكِ وهيبقى فُلّة. هاحط الاتنين كده على بعض، وهاجيب الصينية وهاغطّيهم بقى واسيبهم لمّا يهدوا شوية عشان أعرف أفنّش الفيديو. وهنا بقى بجد والله فنّشته ما شاء الله، وكان لسه الفطير كان لسه سخن، هتشوفوه وهو بيتدخّن. بُصّوا اللي أنا عملته على البوتاجاز طري جدًا، جدًا، مش قادرة أقول لكم قد إيه. هو باين ما شاء الله، بُصّوا التوريقة بتاعته حلو أوي، أوي. وده بقى اللي في الفرن، برضه مورّق وجميل جدًا. هنجيب كده المخرطة ونشوف بقى الطراوة بتاعته تحفة. يا ريت تجرّبوه، وزي ما قُلت لكم أنا عاملة طريقة تانية فرد الفطير في فيديو قبل كده في القناة، اللي مش هيقدر يعمل دي يقدر يجرّب الطريقة التانية، بس عايزة أقول لكم النتيجة بتاع الاتنين تحفة ومُرضية جدًا، وكل اللي هيدوق من إيدِك الفطير بجد هيقول لِك تسلم إيدِك. الحاجة غالية، عايزة أقول لكم ما خسرناش حاجة غير شوية السمنة اللي موجودين في البيت وحبّة زيت والكيلو الدقيق. شوفوا بقى دول من برّه كنت اشتريتيهم بكام، مع حبّة مِش كده، مع حبّة عسل أبيض يا وعدي، أو حبّة عسل أسود، حاجة كده خطيرة. بجد الفيديو يستاهل منكم شير كتير ولايك كتير وكومنت حلو منِّك، ويا رب يا حبايبي الفيديو ينال إعجابكم. سلام عليكم.